Mosaic FM Podcast. على اون. مرحبا بكم في على اون لمعرض الصحافة اللي حب يجيبها ساخر. قعدنا كان اليوم نتبعوا في جرايد اللي قاعدة تطرح في تساؤلات سي بيان اللي نطرحوهم والله ساعة على خاطر مش ديما قاعدين نسألوا فيهم، وقت اللي هذوك هما الأسئلة المركزية اللي يلزم نحكيو فيهم. جريدة الشروق مثلا اليوم خصت الأون متاعها باش تقول موعدها بين التأجيل وحسابات الأحزاب، من يخاف الانتخابات؟ ها السؤال الخطير، شكون اللي خاف الانتخابات ويعطل فيها ومش حاببها تصير؟ بطبيعة لازم نذكروا لهنا أنه في 23 أكتوبر 2011 انتخبنا مجلس تأسيسي كانت مهمته هو أنه يكتب دستور ويحضر الانتخابات في ظرف عام، لكن بطبيعة بعد رفضوا أنه ينصوا عليها قانونيا فترة العام وقالوا نقعدوا حتى قد اللي نحبوا. يا ولادي حطوا لنا فترة، حطوا لنا وقت النهاية متاعه. هاوكا حطينا شنو حطينا إلى حين، أي إلى حين ماهيش فترة محددة. قالوا لنا لا أنتم ما تفهموش في العربية، اقعدوا غاديك شدوا بلاصتكم واسكتوا. باهي واليوم بعد عام ونص فماشي حتى كيكا شوية لغة متاع انتخابات ممكن نهار تصير. كيكا نهار يعطيك دات بن جعفر يعطي دات وحبيب خضر يعطي دات، وكان عندنا حمادي جبالي هي حسرة حتى هو زاد يعطي دات، ساعات يدخل فيها مرزوقي يعطي دات. وقت اللي يسألوا الخبراء في تنظيم الانتخابات كيما كمال الجندوبي وعياض بن عاشور وغيره يقولوا لهم لا راهو سنة أنسى. فبحيث اليوم باش نلوجوا في الجرايد على إجابة السؤال الخطير من يخاف الانتخابات. بالطبيعة أول جواب يتبادر للذهن هو اللي يخافوا الانتخابات بالطبيعة هما جماعة صفر فاصل، هذا أكيد بدأوا باش يجيبوا فيها صفر فاصل. هنا نلقاو تصريح مهم في الصريح. حمى الهمامي يقول تونس يحكمها شيوخ الخليج وصفقة في الأفق بين الغنوشي والبيجي. بالطبيعة لهنا عمك حمى الهمامي يلزم يكون ضد الغد وضد البيجي وضد شيوخ الخليج، هذه حاجة ما فيها حتى شك. كيف نلقاو عليه في جريدة التونسية. حمى الهمامي يقول رفضنا أن نكون ديكورا في مسرحية النهضة ومن يعني بالطبيعة لازم نعرفوا أنه حزب العمال والجبهة الشعبية دائما رافضة كل العروض اللي صارت لها من السلطة من وقت بورقيبة البن تو. لكن السؤال الخطير هي عندهم شي اسكو كان يقبلوا مازالش عندهم اي شانس باش يربحوا في انتخابات اخرى؟ والاهم في هذا كل سي حما بالله عملتونا في شكري الله يرحمه، وين وصلت الحكايه ذيك؟ خاطر بصراحه معنا قاعدين نستناو ما فما حتى ريزولتا اللي بيهم الفايده لا منكم انتوما. لا والله هاو حتى نلقاو ريبونس كيف باقي في جريده التونسيه فيها رئيس الحكومة اغزر تصوير تعليل العرايض بحلية رئيس الحكومة، ريتها تحس برشا امور تبدلت في البلاد. رئيس الحكومة فرق مختصة للقبض على قاتل شكري بالعيد. هاي حتى اللي عملتوا فرق امنية مختصة، ما كان جاء الامن القديم بركة كيف ربي تو قديه عن فماشي 50 يوم ما شدوهوش السيد. بالك جات مش مختصة الفرق قداش يلزمنا نستناو؟ ظهر ريحة الموبيلات ما تجيبوهاش برا برك مثالش ناخذوهم عن حسن نية، حاولوا وما نجحوش. خلينا نمشيو للديان وين نلقاو ارتيكل اخر يحكي على موضوع مهم، حكاية شكون خايف من الانتخابات. Agression contre le siège de l'UGTT, la commission d'enquête accuse les LP. يعني الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، لجنة التحقيق تتهم لجان حماية الثورة. هنا نبداو نفهموا في اللي فما جماعة اخرين زاد يخافوا من الانتخابات، خاطر كانت تذكروا فما قياديين في لجان حماية الثورة قالوا اليسار التجمعي بقايا التجمع واليسار الفاسد لن يمروا إلا على جثثنا حتى بالانتخابات. بالطبيعة في مخ واحد من لجان حماية الثورة وإلا نهضاوي فاشي متطرف شو بقايا التجمع واليسار الفاسد؟ يعني الناس الكل بخلاف النهضة نداء تونس وجبهة الشعبية وجمهوري ومسا كلها تدخل في التقاسيم هذوكم. يعني بلغة أخرى يا نحن نحكموا يا راهو باش نبقى وجثثنا تبدأ وجثث الجماعة وبرشا جو. هنا يسألوا علاش التقرير متاع لجنة التحقيق وتقارير وزارة الداخلية تهم مباشرة لجان حماية الثورة وممثلي الحكومة في اللجنة هذه رافضة باش تخلي التقرير يخرج. باقي نسألوا نفسه شكون اللي خايف من الانتخابات؟ كيف في لو كوتيديان نقراو باجي قايد سبسي aux premières assises nationales de Nidé Tunis. Nous allons vaincre pour la Tunisie. باجي قايد السبسي الجلسة الوطنية جلسات الوطنية ولا اللي هي نداء تونس باش ننتصر سوف ننتصر من أجل تونس.
ايوا هذا منافسهم المباشر وعدوده عدود. في نفس الوقت اللي حمل همام يقول لنا فيه انهم ناويين يتفاهموا واسموا الكعكه، وهي بالطبيعه حاجه الغادي من طبيعيه. كان يقول لك الزوز تقريب يجيو هما الزوز احزاب لونين في الانتخابات وتقريب كيفاش باش تتعدى البالانس. هنا حاجة مهمة يلزم نقولوها للناس، على خاطر سي الباجي قايد سبسي يستانس انه يحكي لنا نكتة، يقرا لنا صورة وديما ماشي يطلع في النتائج وجو باهي ملي كان يحكم التو. هو قدام مرة حكى لنا حكاية النمر، تعرفوا النمر يبدا شيخ عاد. حكاية النمر هي حكاية الانسان ربى نمر، قالوا له العباد سايب عليك راهو متوحش، قال لهم لا متاعي ونحبك اكسيتيرا، وربى هكا النمر حتى لين جاك النمر كبر وكلاه. هو يستعمل في الميتافورا ذي باش يعبر على علاقة النهضة بالفيين. انا نحب نحكي له حكاية اخرى. سي الباجي قال لك فما واحد عمل الحزب وحاب يردو كبير، وبدا يجيب فيه برشا عباد، وبداو يدخلوا له التجمعيين بشويه، وهو قال لهم لا ما عندناش تجمعيين، ومن بعد قال لهم لا ما عندنا تجمعيين باهي ما نضافوا. قالوا له سايب عليك راه باش يبلبزوا لك الحزب. قال لهم لا هذا كلام ابدا، يعمل هكا هو قاعد وهو ما داروش هو. اما التجمعيين في الحزب طاحوا بداو ياكلوا في بعضهم بشويه وياكلوا في اللي ما همش تجمعيين، وبدات تلحم وتاكل في بعضها على قاعد ريحه. فبحيث هذه هي حكاية النمر الصحيحة، ونستناو باش نحكي لكم حكاية العركة الكبيرة بين النمر والضبع وقت قرب الانتخابات. على مدعي كفام بودكاست.